الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب النبي وآله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. رؤية اليوم وضعت لها عنوان بين يدي علامات الساعة الكبرى، وهي رؤية مهمة. يقول صاحب الرؤية: رأيت كأن الدنيا ظلام في الليل، والناس يتابعون الأخبار على تلفاز قديم، وكان الخبر هو تفريغ الحرم من الناس إلا من قليل من الناس، وانطفاء أنوار الحرم إلا إضاءة صفراء خافتة. ففزعت من الخبر كأني كنت متوقع أنه سيحدث، ولكن ليس بهذه السرعة، كأنه وقع بدون مقدمات وفي ليلة واحدة. فرجعت إلى البيت، ثم بعد ذلك اجتمعت مع أصدقاء في إحدى الشقق، وكانوا لا يعرفون معنى وخطورة ما يحدث، فابتدأتهم بحمد الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لهم: هل تعلمون أي فتنة نحن مقبلون عليها؟ فلم يرد أحد. قلت لهم: نتكلم ببساطة. قلت: احنا داخلين على فتنة الدجال. ثم ابتعدت بضع خطوات على باب إحدى الغرف، كانت مظلمة والباب مفتوح. قلت لهم: لما أقول لكم احنا داخلين مش معناها أني بعيد. ثم اقتربت حتى وقفت تحت حلق الباب، ورجلي تكاد تجاور الباب إلى داخل الغرفة. أكملت: نحن داخلين يعني قريبين هكذا. وجهت كلامي لزميل اسمه نسر، فأخطأت في اسمه وقلت عبد المنعم، فقلت لهم: حتى من الذهول نسيت اسم صاحبكم. بعدها كأني ركبت السيارة انطلقت بها، وجاءني إلهام في قلبي أن معالم هذه المرحلة أن نور الله عز وجل يصبح وهبي يقذفه الله في القلوب وليس كسبي. وكنت أرى قذائف النور هذه حقيقة تهبط على الناس وأحس بها، وانتهت الرؤية. لماذا جاء مشهد الرؤية في الظلام وفي الليل ولم يأتي في النهار أو في النور؟ لأن هذا هو الأقرب لحال الناس وحال هذه المرحلة، والأقرب أيضا لسياق الرؤية. كان الخبر هو تفريغ الحرم من الناس وإطفاء أنواره. هذا المعنى يأخذ اتجاهين في التأويل. الاتجاه الأول أن هذه سياسات متعمدة خبيثة ممنهجة من أجل إبعاد الناس بالتدريج وبخطوات عن منهج الله عز وجل، وهدم شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ولكن هذه مرحلة تغيب فيها تقوى القلوب، ويستخف حامل كل أمانة بأمانته التي يحملها. قد يكون ذلك بحجة انعدام الأمن والأمان، أو بحجة الأمراض والأوبئة المفتعلة كما حدث من قبل، ولكن يبدو أن الموضوع فيما بعد سيكون أصعب وأقوى. الدلالة الثانية هي اقتراب علامات الساعة الكبرى، وأقول اقتراب وليس ظهور. لذلك فزع الرائي من هذا الخبر أو من هذا الحدث، لأنه فهم وأدرك أننا على فتنة الدجال، أعظم فتنة على الأرض. وأقول دليل على قرب ظهور علامات الساعة الكبرى اقتباسا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. طبعا معروف أن هذا الحديث مقصود به آخر الزمان، حيث تقوم الساعة على شرار الخلق، فلا يحج أحد إلى البيت، ولا يوجد إنسان يذكر الله على الأرض. ولكن كما تعودنا أن الأمر في التعبير يختلف، نأخذ الدلالات من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لنتبين ونكشف معاني رموز الرؤية. والمعنى المقتبس والمأخوذ من هذا الحديث هو اقتراب ظهور علامات الساعة الكبرى. بعد ذلك عاد إلى البيت. العودة إلى البيت أيضا لها تأويل. نعم، سياق المنام يفرض معنى مهم في هذه الرؤية لعودته إلى البيت، وهو اتباع الهدي النبوي عند وقوع الفتن واستخفاف الناس بالأمانات. كما في حديث عبد الله بن عمرو قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه. يقول عبد الله بن عمرو: فقمت إليه وقلت: ماذا أفعل آنذاك يا رسول الله؟ جعلني الله فداء لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم بيتك، إلزم بيتك، واملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. ثم بعد ذلك اجتمع بالناس في إحدى الشقق، وبدأ يبين لهم ويوضح لهم خطورة ما يحدث وخطورة ما هم مقبلون عليه. وهذا من فضل الله، اكتمال فضل الله على الرائي، أنه يأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، وهو بلزوم البيت. والأمر الثاني هو عدم التوقف عن الدعوة إلى الله عز وجل. بدأ يبين للناس خطورة الأمر بطريقة عملية، فيشرح لهم
ويمثل لهم ما هم مقبلون عليه عن طريق التمثيل الأمر على باب غرفة مظلمة، وأنهم على أعتاب هذه الفتنة العظيمة. الأمر الأول هي أن الرائي سيكرم الله عز وجل بالدعوة إليه. الأمر الثاني أن الناس ستكون في ابتعاد كبير وتام عن الله عز وجل، وكأنهم مغيبين ويحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم ويذكرهم بالله عز وجل. أما أنه أخطأ في الاسم دليل وعيه بخطورة ما يحدث. كيف دليل الوعي وقد أخطأ؟ لأنه كان يخاطب شخص اسمه نسر أو نسر. هذا الشخص يرمز لرجل صالح يختلف الناس في أمره، فمنهم من يفتن به ومنهم من يراه لا خير فيه، ولكن الصواب أنه على خير، كما أخطأ الرائي وناداه باسم عبد المنعم، أي أنه عبد صالح ممن أنعم الله عليهم، ولكن يختلف الناس في أمره. من أين أتيت بكل ذلك؟ من قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه الأصنام كلها كانت أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن يجعلوا في مجالسهم أنصابا بأسمائهم، ثم بعد ذلك عبدوها، يعني فتنوا بهم، ولكن في الأصل هم رجال صالحين. أمر آخر وهو أن اللسان لا ينطق إلا بمن شغل به العقل. نطق اللسان اسم عبد المنعم أي انشغال عقل الرائي بالله عز وجل وبلطفه وإنعامه سبحانه وتعالى. أما عن مشهد النور، نور الله الذي يصبح في هذه المرحلة وهبي وليس كسبي يقذفه الله في القلوب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن أنار الله سبحانه وتعالى قلوبهم وأنار دربهم. فنور الله يشمل أمور كثيرة، لكن أهم ما سيحتاج إليه الناس في مثل هذه المرحلة هو نور البصيرة ونور الهداية ونور العلم، لأن الجهل يهلك صاحبه، وخاصة في مثل هذه المواقف. وأيضا نور انشراح الصدر بما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.